السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الفطاطري بس بالجلاش اللي هو الحلو. بصراحة انا اول مرة اجربه النهاردة، اول مرة اجربه، عمريش جربته بصراحة. جبت 3 ورقات من الجلاش ودهنتهم كده بالزبدة وتنيت الاطراف، وكل ما يعني اتني طرف ادهنه بالزبدة، وبعد كده ابتديت ان انا اطبقه زي ما انتوا شايفين. كل ما اطبق ناحية اقوم دهنها بالزبدة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. بس انتوا يفضل انكم تعملوا ورقتين 2 عشان ما تغيبش معاكم في السوا. انا عملت 3، خد وقت معايا شوية في السوا. جبت طاسة زي ما انتوا شايفين كده وحطيت عليها سمنة وكانت سخنة طبعا، ونزلت عليها بالجلاش اهو. وابتديت ان انا كل ما الاقيها مثلا استوت من ناحية اقلبها على الناحية التانية اللي ما استوتش. هنا كنت بحط لها حتة سمنة بلدي، حسيت انها يعني محتاجة كده حتة سمنة. طبعا احنا عايزينها منغنغة كده ولذيذة كده وطعمها جميل. زي ما انتوا شايفين اخدت اللون الاصفر ده. طبعا انا هفضل اقلب فيها عشان اطمن انها استوت من جوه من الرقات، لانها زي ما بقول لكم خدت وقت شوية، فانتوا احسن لكم تعملوها رقين 2. ان شاء الله المرة الجاية لما اعملها هعملها رقين 2 كفاية. خلاص. ونزلت برضو بحتة زبدة كده صغنطوطة، وحطيت الورقة التانية او الفطيرة التانية، واخدت اللون ده برضو زي ما انتوا شايفين. وابتديت ان انا اسيبها كده مع نفسها. هنا كنت بشوفها لو محتاجة سمنة ولا حاجة، ورحت غطيت عليها تاني زي ما انتوا شايفين وطمنت لقيتها استوت. كل شوية اكشف عليها اطمن اشوفها ان كانت استوت ولا لأ. خلاص. عشان اطمن بس انها استوت من جوه، جبت لبن وحطيته كده وهي على النار، وابتديت ان انا اقلبها كده باللبن زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هاخدها وارش عليها سكر، بس في الحالة دي بتلزق. استنوا عليها لما تبرد وتشيلوها من الصينية وتبتدوا تقطعوا وترش عليها سكر من فوق بودرة. وادي شكلها النهائي. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.